مش من امبارح ولا من اول. تاني يا استاذ. مش من امبارح ولا من اول امبارح. ده انت ايه؟ ستوب، حد يشوف لنا الاستاذ يا جماعه، مش عارفه تسجل كلمتين على بعض. مالك يا بسمة؟ مفيش، مش نايمه بقالي يومين بس. ليه بسمة مش نايمة بقالك يومين؟ كنت سهرانه بحضر الحلقه بتاعت النهارده بتاعت نوم. يعني يا بسمة انت بتتكلمي عن النوم وانت ما نمتيش كويس؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فص ملح. تخيل معايا كده انك صاحي، مش من امبارح ولا من اول امبارح، صاحي بقالك ايام، مفيش حاجه اسمها نوم اصلا. تفتكر لو النوم فص ملح يا ترى ايه اللي هيحصل؟ في البدايه تعالوا احكي لكم عن حكايه راندي جاردنر، الانسان اللي ما نامش 11 يوم في سنه 1964. طالب امريكي اسمه راندي جاردنر قرر انه يعمل تجربه مجنونه. قال انا عايز اشوف الانسان يقدر يقعد قد ايه من غير اي نوم، لا منبهات قويه ولا تحفيز صناعي، بس انسان وسهر. اول يومين عدوا عادي، تعب بسيط، نعاس، تركيز اقل. راندي كان لسه بيضحك وبيهزر، فاكر ان الموضوع سهل. من بعد اليوم الرابع الحكايه بدات تتغير، نسيان، صعوبه في التركيز، تقلبات في المزاج وصداع مستمر. كان محتاج مجهود رهيب عشان يفهم جمله او يكمل لعبه بسيطه. وفي اليوم السادس عقله بدا يلعب بيه. هلوسات، كان بيشوف حاجات مش موجوده ويحس ان في حد معاه في الاوضه وهو لوحده. بدا يشك في الناس ويتلخبط في الكلام. وفي اليوم التاسع راندي ما بقاش يميز بين الحقيقه والخيال، نسي اسماء، نسي احداث قريبه، ونسي هو فين وليه صاحي اصلا. كان واعي بس مش حاضر. عدى 11 يوم يعني 264 ساعة. راندي وصل لأقصى حد، البارانويا، هلوسات شديدة واضطرابات في التفكير وفقدان شبه كامل للذاكرة قصيرة المدى. العلماء وقفوا التجربة دي مش لأنه فشل، لكن لأنه كان خلاص بيقع. أول ما راندي نام 14 ساعة متواصلة، ولما صحي أغلب الأعراض اختفت. التجربة دي أثبتت إن النوم لما بيغيب العقل بينهار، ومش بس عقلك، ده كمان جسمك كله بيتلخبط. مناعتك تضعف، ضغطك يعلى، قلبك يتعبك، وهرموناتك تتلخبط، حتى شهيتك بتزيد وتختفي. وفي امراض بتظهر بسبب قله النوم زي الاكتئاب والسكر وامراض القلب. فلاسفه كتير شافوا ان النوم كحاجه بتفصل الانسان عن نفسه، واشهر فكره هنا انا افكر اذا انا موجود. طب لو انا نايم ومش بفكر يبقى انا فين؟ علشان كده ديكارت كان قلقان من النوم، حاسس انها فجوه بين الوجود والعدم. وسارتر كان شايف ان الانسان هو نايم بيتحول لشيء، جسم موجود بس وعي غايب، وكأن النوم بيسحب مننا انسانيتنا مؤقتا. نيتشه كان قاسي اكتر، وكان شايف ان النوم نوع من الاستسلام. حاول ينام ساعات قليله جدا عشان يفضل صاحي ومفكر ومتمرد، بس جسمه انهار وعقله تعب وما قدرش يكمل. كأن الجسم قال للفلاسفه كفايه. بس مش كل الفلاسفه كرهوا النوم. ارسطو كان شايف ان النوم جزء طبيعي من الحياه زي الاكل والشرب، مش ضعف لكن ضروره عشان العقل يشتغل تاني. في عالم الخيال العلمي والادب فكره الحياه بدون نوم مش غريبه. في روايه باجرز ان سبين تخيلوا مجتمع فيه ناس ولدوا ما بيناموش جينيا، ناس اذكياء جدا بس مشاكلهم مش بس في التركيز. الاختلاف الكبير عن البشر العاديين خلاهم يعيشوا في عزله نفسيه واجتماعيه. وفي مسلسل دكتور هو في حلقه اسمها سليب نو مور اخترعوا تقنيه بتضغط النوم كله في 5 دقائق بس. الناس بقت تشتغل ساعات طويله بدون نوم، لكن النتيجه ظهر غبار النوم، وهي مخلوقات مخيفه بتيجي من العبث بنظام النوم الطبيعي. وفيلم جيمس بوند داي انذر داي الشرير جوستاف جريفز بيكاد ما ينامش بفضل التعديلات الجينيه. بيقول ان النوم عائق وانه افضل وقت للنوم هو لما يموت. وبعيدا عن الخيال، الحقيقه في ناس زي راندي جاردنر اللي فضل صاحي 11 يوم وعانى هلوسات وفقدان ذاكره مؤقت، دليل ان الحرمان من النوم مش بس موضوع نظري. في مرض نادر اسمه الارق العائلي المميت، الناس بتفقد القدره على النوم لدرجه الموت. ده مش خيال، دي حقيقه بتاكد ان النوم مش رفاهيه، النوم حياه. وفي النهايه احب انهي الحلقه بقوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا. الحياه بدون نوم مش حياه اسرع ولا انجح ولا حتى اذكى. الحياه بدون نوم هي حياه ناقصه. النوم مش كسل ومش ضعف ومش رفاهيه، النوم هو اللحظه اللي جسمك بيرمم فيها نفسه وعقلك بيصالح نفسه وروحك بتاخد نفس. فلو في يوم حسيت ان النوم بيضيع وقتك، افتكر من غير نوم مفيش وعي، مفيش توازن، ومفيش حياه. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، وقول لنا في الكومنتس تفتكر الحياه من غير نوم هيبقى شكلها عامل ازاي. واشوفكم الحلقه الجايه.